لو جبت المجموع اللي انت عايزه فمليون مبروك، والفيديو ده مش ليك. اما لو عكس كده، فاخطر حاجه ممكن تطلع بيها من نتيجه الثانويه العامه مش الدرجات، لا، دي جمله صغيره بتقولها لنفسك وبتصدقها: انا فاشل. دي كفيله تهد سنين من تعبك وثقتك في نفسك في ثواني. الخطوره في الكلمه دي انك بتشوف نفسك فاشل في كل حاجه. طالما ما جبتش المجموع اللي انا عايزه يبقى انا فاشل في الثانويه العامه، ولو انا فاشل في الثانويه العامه يبقى انا فاشل في كل حاجه. وده اسمه تشوه معرفي، طريقة تفكير خاطئة بتضخم المشكلة وتشوف نفسك بشكل غير واقعي. النتيجة مش نهاية العالم ومش نهاية مستقبلك، لكن ممكن تبقى بداية جديدة، بداية تشوف فيها نفسك في مكان تاني، طريق مختلف، مجال تكتشف فيه قدرتك الحقيقية. وهنا أسألك سؤال: كم واحد تعرفه فشل في حاجة ونجح في غيرها؟ من الآخر، مجموعك لا يساوي قيمتك، وكلامك مع نفسك هو اللي بيبنيك أو يكسرك. فاختار إنك تقف في صف نفسك حتى لو كل حاجة حواليك بتقول العكس. مليون مبروك للجميع ويومكم جميل.